تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك منشورات كثيرة حول اللاعب البرازيلي أدريانو الذي اعتبروه نجما جديدا في عالم كرة القدم ببداية الألفية الثانية. تركزت هذه المنشورات على مستقبله مع المنتخب والإنتر، حيث كان يعتبر بطلا واعدا وأسطورة قادمة في سماء كرة القدم. ومع ذلك تحولت تلك التوقعات إلى صدمة عندما تحطمت مسيرته تماما وانتهت بشكل مأساوي بسبب مكالمة هاتفية تتعلق بوفاة والده. فهل كانت هذه المكالمة الهاتفية هي العنصر الرئيسي الذي أنهى مسيرته الرياضية؟ وهل كان أدريانو حقا لاعبا موهوبا ومشروعا لأسطورة مستقبلية؟ سنكشف عن كل هذا في فيديو اليوم، حيث سنستعرض بعناية مساره الرياضي ونحلل التأثير الذي خلفته تلك الظروف على مستقبل هذا اللاعب الموهوب. ولد أدريانو ليتي ريبيرو في 17 فبراير 1982 لأبوين برازيليين، ألمير ليتي ريبيرو وروزيلدا ريبيرو. نشأ في عائلة فقيرة جدا في أحد أكثر الأحياء خطورة بريو دي جانيرو، وعندما كان طفلا كان شغوفا جدا بكرة القدم. اعتاد أدريانو لعب كرة القدم مع أصدقاء طفولته على أرض جرداء. كان يحلم بأن يصبح يوما ما لاعب كرة قدم محترف. دعمه والديه وشجعاه على تحقيق حلمه، لقد ضحوا بالكثير حتى يتمكن ابنهم من الوصول إلى هدفه ويصبح نجم كرة قدم. بدأ أدريانو مسيرته الاحترافية في عام 1999 في فريق فلامينغو للشباب، وحصل على ترقية إلى الفريق الأول بعد عام واحد فقط. ظهر لأول مرة مع فريقه في 2 فبراير 2000 في مباراة بمسابقة تورينو ريو ساو باولو ضد بوتافوغو، وسجل هدفا ضد ساو باولو في نفس المسابقة بعد 4 أيام، وسجل إجمالا 10 أهداف في 24 مباراة، وكل هذا كما ذكرنا وهو لم يكمل 19 من عمره، مما جعل أعين الأندية الأوروبية تبدأ بمتابعته للتعاقد معه. وعلى الرغم من توقيعه العقد لمدة 2 عام مع فلامينغو في يونيو 2000، إلا أنه أكمل الانتقال إلى إنتر ميلان لموسم 2001-2002 بحوالي 13.4 مليون يورو. والآن انتقل أدريانو إلى مستوى آخر من كرة القدم، إلى أفضل دوري في العالم. سجل أدريانو هدفه الأول مع النادي ضد ريال مدريد في مباراة ودية كبديل من ركلة حرة صاروخية. وفي بداية الموسم لم تكن مشاركته منتظمة، حيث شارك في 8 مباريات فقط من أصل 17 سجل خلالهم هدفا وحيدا. فبالتالي تمت إعارة أدريانو إلى فيورنتينا لبقية موسم 2001-2002. سجل خلال هذه الفترة 6 أهداف وصنع واحدا خلال 15 مباراة، منها أهداف ضد فرق قوية كالميلان واليوفي وبارما، الذي كان يعمل بشكل جدي على التعاقد معه بعد انتهاء إعارته، بالإضافة لموهبة أخرى من هيلاس فيرونا والذي كان الروماني أدريان موتو. وبالطبع بعد نهاية الموسم تعاقد بارما مع أدريانو مقابل 14.5 مليون يورو، بالإضافة لأدريان موتو مقابل 10 ملايين يورو. وبرغم من صغر سنهم، إلا أن النادي كان واثقا أنهم سيكونون قادة بارما للمجد. بالفعل في بداية الموسم سجل أدريانو 3 أهداف في أول 3 مباريات، منها مباراة ضد يوفنتوس. أما موتو فتأخر في فتح رصيده، إلا أنه عندما بدأ التسجيل لم يتوقف، وشكل ثنائية مرعبة مع أدريانو الذي رغم غيابه عن شهر نوفمبر 2003 بسبب الإصابة استطاع إكمال الموسم ب15 هدفا و3 أسيستات في 28 مباراة. في الموسم الموالي بدأت تظهر مشاكل بارما المالية علانية في الإعلام، مما دفعهم لبيع موتو لتشيلسي مقابل 19 مليون يورو، لكنهم تمسكوا في المقابل بأدريانو الذي استمر في التألق وتسجيل الأهداف، حيث سجل 6 أهداف في أول 5 مباريات، ملفتا النظر الإنتر من جديد الذي كان يضغط في يناير على بارما لاستعادة أدريانو، والذي نظرا لمشاكله قرر البيع مقابل 23.5 مليون يورو. وبالتالي يعود أدريانو إلى السانسيرو في يناير 2004 بعقد مدته 4 سنوات ونصف، وسجل فيما تبقى من الموسم ما مجموعه 12 هدفا
وصنع 2 في 19 مباراة، ويأتي أول استدعاء له للمنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا 2004 التي تألق فيها بشكل مبهر وخارق، حيث ساهم في 9 أهداف في 6 مباريات فقط، من بينها مباراة النهائي ضد الأرجنتين التي كانت البرازيل متأخرة فيها بعد الدقيقة 87، إلا أن أدريانو أنقذ زملائه في آخر لحظات اللقاء لتفوز البرازيل بالنهاية بركلات الترجيح، وليحقق أدريانو في النهاية أول لقب له مع المنتخب، بالإضافة للقب الهداف وأفضل لاعب بالبطولة. من هنا بدأت التوقعات بأن أدريانو هو خليفة الظاهرة في المنتخب والقائد المستقبلي للجيل الجديد من السيليساو. عندما عاد أدريانو إلى الإنتر بعد الخدمة الدولية كان في قمة مستواه بين موسمي 2004 و2006، حيث سجل 42 هدفا في كل المسابقات المحلية والدولية، حقق من خلالهم لقبي الكأس والسوبر ولقب الدوري الإيطالي بعد سحبه من اليوفي خلال فضيحة الكالتشوبولي، والتي قمنا بعمل فيديو عنها يمكنكم مشاهدته من الرابط تحت الفيديو. أما مع المنتخب فتألق أيضا وحقق لقب كأس القارات مسجلا 5 أهداف في 5 مباريات، محققا لقب هداف البطولة. تم التصويت له في المرتبة السادسة لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2004. في سبتمبر 2005 كافأه الإنتر على كل هذه الجهود بعقد محسن يستمر حتى 30 يونيو من سنة 2010. ثم حدثت المأساة عندما توفي والد أدريانو ألمير عن عمر يناهز 44 عاما، وتلقى الخبر في مكالمة هاتفية من أخوه. وصف زانيتي المشهد قائلا: رأيته في غرفته، ألقى الهاتف وبدأ يصرخ. لا يمكنك تخيل هذا النوع من الصراخ. منذ ذلك اليوم أنا ومراتي كنا نراقبه لأنه أصبح بمثابة أخونا الصغير. استمر في لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف والإشارة إلى السماء إشارة لوالده، لكن بعد تلك المكالمة الهاتفية لم يعد كل شيء كما كان. قضى إيفان كوردوبا زميله في الإنتر ليلة واحدة معه وقال له: أدري، أنت مزيج من زلاتان ورونالدو الظاهرة، هل تعلم أنه يمكنك أن تصبح أفضل لاعب على الإطلاق؟ لكننا للأسف لم ننجح في إخراجه من هذا الاكتئاب. وهذا التصريح لزانيتي مقتبس من سبورت إلوستريتد في أغسطس 2017. بعد توقيع الصفقة الجديدة عانى أدريانو في الإنتر بسبب الأداء الضعيف، خاصة مع زيادة شدة اكتئابه وتعاطيه للمخدرات والكحوليات. كما تم القبض عليه مرتين وهو يحتفل في النوادي الليلية خلال موسم 2006-2007. لم يستدعي المدرب البرازيلي دونغا أدريانو لمباراة ودية ضد الإكوادور في 10 أكتوبر 2006 ودعاه إلى تغيير سلوكه والتركيز على كرة القدم. في 18 فبراير 2007 غاب أدريانو عن تدريب الفريق بسبب آثار للاحتفال المطول بعيد ميلاده في الليلة السابقة، مما أدى إلى قيام مدرب الإنتر روبرتو مانشيني بوضعه على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد فالنسيا ومباراة الدوري اللاحقة ضد كاتانيا. ونتيجة لذلك، محاولا إعادة الروح في أدريانو، قرر موراتي إعارته لنادي ساو باولو بموطنه بالبرازيل، على الرغم من أن فرقا عدة كانت مستعدة لشرائه كليا كويست هام يونايتد ومانشستر سيتي الذي كان أكثر جدية. لكن صرح موراتي أن أدريانو سيبقى مع الإنتر: أود عودته إلى هنا في يناير قويا وجيدا كما كان، وذلك كما ذكرنا من قبل لأن موراتي كان يعامل أدريانو كأخيه الصغير، وكان يرغب بشدة في إعادته للطريق الصحيح. وبالطبع أنهى إنتر الصفقة في 19 ديسمبر لإعارة أدريانو إلى ساو باولو للفترة المتبقية من موسم 2007-2008. سرعان ما شوهد مشجعو ساو باولو يقفون في طوابير طويلة لشراء قميصه الجديد رقم 10 بعد تقديم أدريانو وكشف النقاب عن قميصه في مؤتمر صحفي للفريق. احتفل أدريانو بأول ظهور تنافسي له مع ساو باولو بتسجيله كلا الهدفين في فوزهم 2-1 على غواراتينيغيتا في اليوم الافتتاحي لبطولة باوليستا 2008. لكن بدأ بعدها يظهر سلوكه غير المنضبط بشكل أكبر، حيث تم تغريمه من قبل ساو باولو في 29 فبراير لوصوله متأخرا بنصف ساعة عن التدريب، ثم غادر مبكرا وتبادل الكلمات مع المصور. وفقا للمدير الرياضي للفريق ماركو أوريليو كونها، فإن أدريانو غادر ملعب التدريب لأنه أراد ذلك. الفريق لا يفتقده، إذا لم يكن سعيدا في ساو باولو فهو حر في الرحيل. أعلن المدير الرياضي لساو باولو كارلوس أوغوستو دي باروس إي سيلفا في 17 يونيو أن أدريانو سيعود إلى الإنتر قبل الموعد المحدد لانتهاء الإعارة، قائلا: لدينا فريق متوازن، وكان من الأفضل لأدريانو العودة
بالنظر إلى أننا لن نكون قادرين على الاعتماد عليه لبقية الموسم. وبالطبع يعود أدريانو ويشارك في آخر موسم له مع الإنتر موسم 2008-2009. كان أدريانو هدافا منصدما في المراحل الأولى من الموسم في الدوري الإيطالي، حيث وصل إلى إجمالي 100 هدف محلي في الدوري الدرجة الأولى الإيطالية والبرازيلية. في 22 أكتوبر 2008 سجل أدريانو هدف الفوز في الفوز 1-0 على أنورتوسيس فاماغوستا، وبهذا الهدف سجل أدريانو هدفه رقم 18 في دوري أبطال أوروبا والهدف رقم 70 للنادي الإيطالي. لكن واجه بعدها هبوطا شنيعا في المستوى، وفي ديسمبر سمح له إنتر ميلان بإعفاء خاص للعودة إلى البرازيل خلال العطلة الشتوية في وقت أبكر مما كان مخططا له. أكد إنتر في 4 إبريل أن أدريانو لم يعد من الواجب الدولي مع البرازيل ولم يوقع أي عقد جديد مع النادي. وفي 24 أبريل ألغى أدريانو أخيرا عقده مع الإنتر بالتراضي، ووقع مع فلامينغو عقدا لمدة عام واحد في 6 مايو 2009، النادي الذي بدأ معه مسيرته. وعلى غير المعتاد وعكس كل التوقعات، كان أدريانو ملتزما ومنضبطا مع الفريق، حيث سيكون لأدائه دور أساسي في قيادة فلامينغو إلى أول لقب دوري له منذ سنة 1992، وأنهى موسمه ب 26 هدفا محققا لقب هداف الدوري. وبالتالي الأغلب ظن أن أدريانو عاد أخيرا لمستواه، وكان محتاجا لهذه الفترة لكي يراجع نفسه. وعادت الأندية الأوروبية مرة أخرى تهتم به، وبالفعل أعلن نادي روما الإيطالي أن أدريانو قد وقع عقدا لمدة 3 سنوات مع النادي ساري المفعول في 1 يوليو، وحصل على راتب سنوي إجمالي قدره 5 ملايين يورو، ثم قدم للصحافة مع القميص رقم 8. لكن أنهى روما عقده في 8 مارس 2011 بعد 7 أشهر في العاصمة الإيطالية. فعلى الرغم من كل قوته الجسدية واستعادة لياقته، إلا أن هناك شيء من الطفل الضائع والثائر المتمرد في أدريانو أصبح ذلك واضحا جدا بعد فقدان والده قبل الأوان. اعترف أدريانو بأنه كان مرعوبا من فكرة أن يصبح رجل أسرة، وكان هناك شيء آخر. كانت الدوافع العظيمة للاعب كرة القدم هي جعل والده سعيدا، وبالطبع كسب المال. الآن مع رحيل والده وتضخم رصيده البنكي، ما هي الفائدة؟ أصبحت تضحية حياة الرياضي التي كانت ذات يوم جزءا من روتينه قيدا لا يطاق. لماذا تهتم بالتدريب عندما تستطيع أن تشرب إما للحداد على فقدان والدك أو للاحتفال؟ وبالتالي لم يعد له هدف في ممارسة كرة القدم. لكن في 25 مارس 2011 وقع أدريانو عقدا لمدة عام واحد مع كورينثيانس. تعرض لإصابة في وتر العرقوب في 19 إبريل أثناء التدريب مع الفريق، وبعد جراحة استغرقت 6 أشهر للتعافي خاض أول مباراة له مع كورينثيانس في 9 أكتوبر 2011، حقق فيها فوزا على أتلتيكو جيونانينسي 3-0، وسجل هدفه الأول لكورينثيانس في 20 أكتوبر في مواجهة ضد أتلتيكو مينيرو، الذي جعل ناديه يحقق فوزا 2-1 ويتقدم بفارق نقطتين في البطولة قبل مباراتين فقط من انتهائها. لكن في 12 مارس 2012 تم فسخ عقد أدريانو من قبل كورينثيانس بسبب أدائه الغير منتظم وقلة اهتمامه وجديته في التدريبات، حيث لم يسجل معهم سوى هدفا وحيدا في 4 مباريات، بالإضافة لمشاكل خارج الملعب كاتهامه بتهريب المخدرات. لذلك ستجدون شائعات عديدة عنه أنه أصبح رجل عصابات بعد مغادرة أوروبا، لكن تمت تبرئته منها بعد ذلك، بالإضافة لدخوله في علاقة سامة مع أحد عادات الأزياء البرازيليات. وإذا لاحظتم فالنادي الوحيد الذي تألق فيه أدريانو بشكل خارق بعد انتكاسته كان فلامينغو، وبالطبع ففي فترة ثالثة مع فلامينغو في 21 أغسطس 2012 وقع أدريانو عقدا جديدا، وفي 7 نوفمبر 2012 تم إطلاق سراحه مجددا من قبل النادي بسبب مستواه الكارثي، حيث لم يساهم بأي هدف طوال ال3 أشهر التي أمضاها من العقد، ويتوقف بعدها عن ممارسة كرة القدم لأكثر من سنة، إلى أن وقع المهاجم البرازيلي عقدا مع أتلتيكو بارانينسي، ولكن مجددا في 11 إبريل سنة 2014 تم إطلاق سراحه من قبل النادي بعد 3 أشهر فقط. سجل خلال هذه الفترة هدفا وحيدا، بعدها أخذ فترة لا يمارس فيها كرة القدم، وعاد مجددا في 28 يناير 2016 ليوقع عقدا مع ميامي يونايتد في الدوري الوطني الممتاز لكرة القدم، ولكن هذه المرة وفي 28 مايو 2016 غادر ميامي يونايتد واعتزل كليا كرة القدم. وهذا هو أدريانو، لاعب كان من المتوقع أن يصبح خليفة للظاهرة رونالدو في الإنتر والمنتخب البرازيلي،
لكن انتهى به المطاف إلى لاعب يترك أوروبا بعمر 28. وصراحة وبالنسبة لي، مشكلة أدريانو ليست في ممات والده كما يدعي الأغلبية، بل مشكلته كباقي اللاعبين البرازيليين مشكلة العقلية، لأن وفاة والده في الأخير ليست سببا لضياعه لمدة 10 سنوات. فاللاعب المحترف سيستطيع المضي قدما بعد أي مشكلة قد يواجهها. والآن يأتي دوركم بعد أن سمعتم كل قصة أدريانو لكي تعطونا رأيكم في سبب انتكاسته وعدم نجاحه في أوروبا. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. إذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم.